انت مش مشاعرك. خليني اسألك سؤال مهم. اخر فترة ايه كم المشاعر اللي سيطرت عليك؟ خوف، غضب، ذنب، مقارنة، غيرة؟ المشكلة مش ان المشاعر دي بتيجي، المشكلة انك بتصدق انها انت. الخوف بيقعد يقولك اقعد، الغضب يقولك انفجر، المقارنة تقولك انت متأخر، الغيرة تقولك غيرك احسن. بس الحقيقة انت مش سامع الصوت. كل شعور هو رسالة، بس ولا واحد فيهم المفروض يمسك الدركسيون ويقود حياتك. لما تهرب من الخوف بيكبر، لما بتكتم الغضب بيتخزن جواك، ولما تعيش في ذنب بتتأيد، ولما تقارن نفسك بغيرك بتدوب، ولما تحقد بتتحرق. لكن لما تلاحظ الشعور من غير ما تبقى هو تتحرر. خد نفس عميق دلوقتي واسأل نفسك بهدوء، أنا حاسس بإيه وليه وإيه الرسالة؟ مش كل فكرة حقيقة، مش كل شعور أمر تنفيذ. انت الوعي، والمشاعر مجرد موجات زي موجة البحر، موجة بتيجي وموجة بتمشي. آخر سؤال في السلسلة بتاعتنا الجميلة، لو بطلت تخلي مشاعرك تسوق حياتك انت هتختار تمشي فين؟